في قلب العاصمة المالديفية يوجد قبر أبي البركات يوسف البربري، رحالة وداعية مغربي. وصل جزر المالديف سنة 1153 للميلاد حاملا معه رسالة الإسلام. اعتنق أهل البلاد الإسلام وكانوا يدينون بالبوذية. كيف؟ روى الرحالة ابن بطوطة في كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار على لسان أهل جزر المالديف بالقارة الآسيوية داخل المحيط الهندي قصة إسلامهم بعدما كانوا يتبعون معتقدات وثنية وأساطير خرافية على مدار عقود طويلة. ثم إنه قدم عليهم مغربي يسمى أبا البركات البربري، وكان حافظا للقرآن العظيم. درج أهل القرية كلما اكتمل البدر على إدخال فتاة بكر بيت أصنامهم وتقديمها قربانا لآلهتهم، خوفا من أن يحل عليهم غضبها وانتقامها، وكانوا موقنين بأن المعبد تسكنه الجن والشياطين. أقنع أبو البركات أهل البلدة بدخول بيت الأصنام عوض الفتاة القربان المسكينة. وهناك قام الليل يتلو القرآن ويصلي، وحين أصبح الصبح جاءوه فعجبوا أنه لم يمسسه سوء. مضى أهل الجزيرة إلى ملكهم وكان يسمى شنورازة وأعلموه بأمره. عرض الرحالة الإسلام عليه ورغبه فيه حتى أسلم، وأسلم بعده جميع أهل الجزر. ثم أمر السلطان المالديفي ببناء مساجد ومدارس لتعليم الناس دينهم الجديد، وطلب من أبي البركات أن ينقش على لوحة تذكارا يشير فيه إلى تاريخ إسلام الملك على يده، وما زالت محفوظة إلى اليوم، وهي أقدم نموذج للخط العربي في منطقة المحيط الهندي. عاش أبو البركات ومات هناك، ولم يطلب الداعية ملكا أو جاها، وما زال قبره مزارا للسياح وأهل البلاد اعترافا بفضله.